انا اتخدعت، بس الغريب ان الغلطة مش عليهم، الغلطة علي انا. ايوه انا، لان كنت فاكر الدنيا طيبة اكتر من اللزوم. كنت عبيط، كنت ساذج. الفيديو ده مش بشتكي فيه لحد، من اولها كده بقول لكم، ومش بعيط فيه. هو اعتراف مني ليكم، يمكن تتعلموا من غلطتي، يمكن ينقذ حد، لان عارف ان في ناس كتير طيبة زيي. انا بوعيكم. انا كنت فاكر ان الناس شبه بعض، فاكر ان اللي يضحك لك ده قلبه صافي وصادق، واللي يسمع لك ده مهتم بيك وامرك يهمه، واللي يقول لك انا جنبك فعلا جنبك وبيحميك. انا كنت فاكر كده، مخي بقى كان على قده. كنت فاكر ان الخير هو الطبيعي وكتير وموجود في الحياة، وان الغش والخبث والخداع ده قليل قوي. كنت داخل الدنيا بقلب مفتوح، من غير ما اخد حذري. ادي ثقة خد. كنت بدي على طول وبقول اتفضل يا باشا، خد مني الثقة زي ما انت عايز. ادي وقت مفيش مشكلة، خد برضو مني عيونيش، خد عمر كله. ادي مجهود يا محمود، خد ومن غير مقابل كمان. وكنت مستغرب ليه دايما انا اللي بخسر. خد الصدمة دي بقى، ده خازوق مش صدمة. الخازوق مش بيجي فجأة، الخازوق بيجي واحدة واحدة، بتاخده كده من غير ما تحس. زي كده تسمع كلمة حلوة، موقف بسيط يحصل يحسسك انك شخص مهم في عين غيرك، وبعدين فجأة تلاقي نفسك انت اللي بتدي وبس، ويتم استغلالك واستنزافك. خدوك لحم ورموك عظم يا معلم، وكل ده عشان معرفتش تحمي نفسك. تلاقي اللي كنت فاكره صاحبك اختفى اول ما مصلحته خلصت، على طول ما تشوفهوش. تلاقي اللي وثقت فيه هرب يا معلم وسابك، ده بعد ما خد منك كل حاجة، وبعد ما عرف كل نقاط ضعفك واستخدمها ضدك، فشخك يعني بالعامية بتاعتنا. ساعتها هتحس بايه؟ تفتكر هتحس بايه؟ مش وجع، لا، هتحس بانك اوسخ من الوجع نفسه. يعني تحس احساس اوسخ من الوجع، هتحس انك اتكسرت واتهديت. هنا بقى انا فقت وعرفت بعد ما اتكسرت ان مش كل الناس وحشة، بس كل واحد بيدور على مصلحته. وعلى فكرة دي طبيعة الحياة ومش خيانة، ولازم تقتنع بيها. اللي بيحبك بيحبك على قد ما بتخدم احتياجه. اللي بيسمعك بيسمعك طول ما انت عندك حاجة يقدر يطلعها منك، مكسب يعني، مكسب له. وانا كنت فاكر نفسي مختلف، طيب زيادة عن اللزوم، وقلب صافي وساذج. ايوه ساذج. الحقيقة اللي وجعتني بجد مش انهم استغلوني، الحقيقة ان انا اللي سهلت لهم الموضوع ده، اديت لهم الرخصة وخليتهم يستغلوني بطيبتي. انا اللي دخلت معاهم في علاقات من غير حدود، من غير درع يحميني، من غير خبرة. انا اللي ما كنتش واعي، انا اللي خفت ابان اناني فبقيت ضحية. وخد الصدمة دي بقى، الطيبة من غير وعي مش فضيلة على فكرة، ومش جدعنة ولا اخلاق، دي مصيبة وكارثة لازم تعالجها. من يومها ما بقتش قد بسرعة، ما بقتش احكي لحد اي حاجة عني، ما بحكيش. ما بقتش استنى تقدير من حد، بقيت افهم اللي يستاهل يكمل معايا في حياتي هيكمل، واللي مشي من حياتي هو عمره اصلا ما كان ليا اصلا مكان معاه في حياتي من البداية. ما هو مش ليا. ما بقتش اكره حد ولا عاتب، بقيت اتعلم. انا اتخدعت ايوه، بس الغلطة مش عليهم، الغلطة اني دخلت الدنيا بعين واحدة ومن قلب مفتوح كمان وزيادة عن اللزوم. الدنيا بص مش وحشة، الدنيا حلوة، احنا اللي ندخلها غلط، احنا مش فاهمينها اصلا. يا رب الفيديو ده يحميك وغير في حياتك حاجة. ما تنساش لايك والاشتراك وتصلي على سيدنا محمد في التعليقات.